مقبرة واحتي، الكاهن المطهر والمشرف على قصر الإله الملكي في عهد الأسرة الخامسة. شهدت منطقة سقارة أول بناء حجري متكامل في العالم، مقبرة واحتي، عمرها 4400 سنة من الآن. وجدوا العتبة العلوية للمقبرة، الجزء العلوي منها، أكملوا الحفر إلى أن وجدوا سدادة من الطوب اللبني أزالوها، وأكملوا الحفر إلى أن وجدوا بقايا الرجيم، وهو بقايا الحفر الذي جاء على المقبرة نتيجة للاكتشافات الأثرية التي كانت تتم في منطقة سقارة. أزالوا جزء من الرجيم وأناروا بالكشافات، اللون اختلف شوية، هذا الجمال، دايما بالأشهر، وأكملوا زحف على بطونهم إلى أن وجدوا هذا الجمال في المقبرة، وهو مجموعة من التماثيل المنحوتة والنقوش الجميلة. الحمد لله. كشف حلو، بنتكلم على دولة قديمة من غير نقاش، بنتكلم على أسرة خمسة، بنتكلم المقبرة بنتكلم على 4200 سنة، لكن دي اتدخلت تاني، ممكن يكون عصر الانتقال الأول، ممكن يكون فترة من الفترات، المهم إنها المقبرة بالشكل ده ما اتفتحتش من أكتر من 3000 سنة، 3000 ويمكن 500 سنة، يمكن 3500 سنة. مقبرة واحتي هي مقبرة دولة قديمة. واحتي هو كان كاهن التطهير خلال حكم الملك نفر إركارا من الأسرة الخامسة، له مناصب دنيوية وجنائزية. عندما ندخل المقبرة نجد التماثيل المنحوتة في الصخر بأحجام مختلفة، مصنوعة من حجر جيري ملون، تصور واحتي وزوجته وأمه وأفراد أسرته. هناك حوالي 24 تمثال في الجزء العلوي و31 تمثال في الجزء السفلي. نجد واحتي واقف مع زوجته ورت بتاح، تحتضن زوجها في نوع من المحبة والود بينهما، ونرى واحتي يشم زاهرة اللوتس، وهذا نوع من الحياة. ونرى أيضا واحتي وهو يستقبل القرابين له. المقبرة بها 5 آبار، 4 منهم مردومين وواحدة مفتوح، ولربما يوجد بها التابوت الذي مدفون به واحتي. نجد أيضا الباب الوهمي، والغرض منه دخول وخروج الروح، وهو جالس الجلسة الشرفية باعتباره كاهن متولي مناصب كبيرة في الدولة. نجد أيضا في المقبرة صهر المعادن وصناعة الأساس وصناعة التماثيل والصيد وعزف الموسيقى. أيضا نجد فتحة السرداب ويضع فيها تمثال، وعملت لكي يرى من يقدم له القرابين، وأيضا ليرى واحتي الأسلاف والأجداد. أجمل شيء موجود في مقبرة واحتي هي التماثيل المنحوتة في الصخر، وعددها 55 تمثال، ومحاطة بشيء اسمه النيشات. والمقبرة عمرها 4400 سنة. فقد كان واحتي كاهن المطهر، عاش في الأسرة الخامسة، أي في القرن 25 قبل الميلاد. إن عظمة الجدران المزينة بنقوش ملونة تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته. جدران المقبرة كانت بتحكي كل لحظات وتفاصيل العصر من نقوش الحفلة الموسيقية وصناعة النبيذ وصناعة الفخار وصناعة التماثيل
ومناظر لتقديم القرابين. الجدران أيضا نقرأ عليها السيرة الذاتية لصاحب المقبرة واحتي، ومن أهم ألقابه المنقوشة في المقبرة كاهن التطهير الملكي ومفتش القصر الإلهي.